السلام عليكم ورحمة الله. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في احسن الاحوال ان شاء الله، وعشرة مبروكة ورمضان مبارك يدخل عليكم بالصحة والسلامة ان شاء الله. في وصفة اليوم غنشارك معكم ورقة البسطيلة، من بين اسهل الطرق باش توجدوا هاد الورقة ديال البسطيلة. الصراحة الطريقة سهلة بزاف والنتيجة رائعة مبهرة كما كتشوفوا، كتجي شفافة وكطوى بسهولة. هاد الورقة كتوجد بلا بخار وبلا شتا او فرشات، يعني كنوجدوها بسهولة وكنوجدوها دفعة واحدة. الصراحة غير تبعوا الفيديو الاخير، هاد الوصفة راه غتنفعكم بزاف لرمضان ان شاء الله. كما قلت لكم هاد الطريقة ما كاينش مسهل منها. تبعوا الفيديو الاخير باش تعرفوا على المكونات وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. بالنسبة للمكونات غنحتاج ل5 الكؤوس ديال الدقيق الابيض بقياس كاس العنبة. غنحتاج رشيشة ديال الملح طبعا على حسب الذوق، وغادي نعجن العجين بالماء اللي يكون عادي، ماء ديال روبيني، ماء من الصنبور. غنضيف الكاس الاول وغادي نبدا نعجن. غنبقى نضيف الماء وكنجمع العجين. بالنسبه للقوام ديال العجين ما يكونش قاصح بزاف وما يكونش كيلتصق باليد، يعني بين وبين العجين تكون رطبه وفي نفس الوقت ما تكونش كتلتصق باليد. غادي نجمعه حتى تجمع ليا، وغادي نديرها في وسط الحامل. غادي ندلكها غير واحد شويه، تقريبا واحد 2 دقائق ماشي بزاف. كما شفتوا هذا هو القوام ديال العجين اللي خاصو يكون، ما خصهاش تكون قاصحه، خصها تكون رطبه وفي نفس الوقت ما تكونش كتلتصق باليد. من بعد ما جمعت العجين غادي نرشها بواحد شويه ديال الزيت، دهنها مزيان، وغنديرها في واحد البلاستيك غذائي بهذا الشكل، ونخليها غير واحد 15 دقيقه، لان العجين كتكون ديجا رطبه، يعني ما نحتاجوش نخلوها ترتاح بزاف. من بعد ما خليتها ارتاحت غير واحد 15 دقيقه صافي، غادي نحيد العجين بلاستيك. غادي نشكلها لواحد الحربول. كما كتشوفوا العجين راه كتكون رطبه كما قلت لكم، وراه غير ديك 15 دقيقه راه كافيه باش تخلوها ترتاح. ما تخلوها ترتاح اكثر من هكاك باش ما تطرخش اكثر من القياس. غنجيب واحد القطعه وغنقطعها القطع اللي يكونوا متساويه باش نشكلها الكرات. غنشكل العجين ديالي الكرات يكون بحجم متساوي، في نفس الوقت يكونوا حجم صغير، يعني ما ديرهمش كبار بزاف. غنجيب واحد الكراسه ولا صينيه ولا اللي كان متوفر، غادي نرشها مزيان بالنشا. يمكن لكم تستبدلوا النشا بدقيق، دقيق الحلويات ولا دقيق الفورص اذا ما كانش متوفر النشا، لكن النشا كيبقى احسن، كيعطي طريق احسن. لكن كما قلت لكم الا ما كانش متوفر ماشي مشكل، حتى الدقيق راه كيعطي يعني نتيجه زوينه. بعد ما كملت الكميه ديال العجين كامله وشكلتها الكرات، غادي نعاود نرش عليها من الفوق بالنشا. غادي نغطيها غير واحد 5 دقائق حتى ترتاح، وغادي نرجع باش نبسطها. وغادي ندوز نوجد معكم الخلطه اللي غادي نحتاج باش نورق هذا العجين. غادي نحتاج ل 4 المعالق كبار ديال الزيت، زيت المائده ولا زيت نباتيه، وغادي نضيف عليهم 2 معالق كبار ديال النشا. حتى هما الا ما كانش نشا يمكن لكم تضيفوا غير الدقيق. كما قلت لكم في هذه المراحل اللي درت فيهم النشا يمكن لكم تستبدلوهم بالدقيق الابيض، دقيق الحلويات، يعني دقيق الحلويات اللي عجنت به في الاول يمكن لكم حتى هو تستعملوه. كما قلت لكم غير هو النشا كيبقى احسن، كيعطي واحد الطريق زوين، لكن الا ما كانش متوفر ماشي مشكل. غادي نخلط هذاك الخليط مزيان حتى كيولي كريمي على هذا الشكل. في الحقيقه انا راه زدت في الكميه ديال الخليط، يعني كمل ليا قبل ما نكمل الطورق كامل ديال العجين، وزدت تقريبا نصف الكميه. يعني من الاحسن تضيفوا الكميه كامله في خطره. زدت تقريبا واحد 2 معالق اخرين ديال الزيت ومعلقه ديال النشا بعد ما كملت الكميه ديال الخليط. صافي بعد ما خليت العجين ارتاح تقريبا غير واحد 5 ديال الدقائق على ما وجدت هذاك الخليط، غادي نبدا نبسط فيها بهذا الشكل. غنبسطها بشويه ديال النشا، غير رشوا النشا اولا الدقيق، غير رشوا في هذه المرحله باش ما تلتصقش لكم العجين. دير واحد الكميه مناسبه ديال الدقيق، عاد بسطوها ورشوا من الجوانب بجوج، يعني من الفوق ومن التحت. بالنسبه لهذا العجين خرجت ليا 16 كره،
يعني قسمتها لنصفين. غندير 8 الكرات في كل طبقه. نتوما غتشوفوا معايا الطريقه كيفاش، غتبعوا معايا المرحله الاخر باش تفهموا الطريقه. غادي نبقى نبسط بهذا الشكل حتى نكمل 8 ديال الكرات، نحاول نبسطهم بحجم اللي يكون متساوي، يعني ما نديرش وحده صغيره وحده كبيره، نحاول قدر الامكان اننا نبسطوهم بحجم متساوي. صافي، من بعد ما بسطت 8 ديال الكرات غادي نجيب اول وحده بسطت، وغادي نجيب هذاك الخليط اللي وجدت معكم، وغادي نبقى ندهنها مزيان بهذه الطريقه. نحاولوا ندهنوها مزيان بهذا الخليط لانه هو اللي كيعطينا هذاك الطريق، ونحاولوا ما نخلو حتى شي جهه ناشفه، يعني ندهنوا الجوانب كاملين والوسط. الا خليتو غير شي جهه بسيطه ما دهنتوهاش راه غتلتصق لكم العجين مع الاخرى وما غاديش تنجح معكم. نتمنى تتبعوا غير المراحل وتركزوا فيهم، راه الطريقه ساهله. يعني هاد الطريقه راه كنحضروا العجين دفعه واحده. هنا ديك الورقه ديال البصيله كتوجد معنا دفعه واحده. هاد الطريقه عمليه الصراحه، وعاد كتجي ناجحه مليون في المئة. كما شفتوا اي وحده دهنتها كندير فوق منها وحده اخرى وكنعاود ندهن مزيان، وكنزيد نضيف وحده اخرى وكندهن، وانا كنستمر بهذه الطريقه حتى نكمل هذوك 8 القطع اللي عندي. نتمنى الطريقه تكون واضحه وباينه. كما قلت لكم فاش تبسطوا العجين ديروا فيها نشا ولا الدقيق باش ما بسطوا، مهم غير ديروا نشا مزيان كميه مناسبه باش هكا ما تلتصقش لكم العجين مع بعضياتها. كما قلت لكم فاش تبغوا تبسطوا العجين بسطوها يعني قطع يكونوا متساويين، باش ملي كنديروا وحده فوق وحده بحال هكا كيجيو متساويين مع بعضياتهم، ما كتجيش وحده كبيره وحده صغيره. صافي غندهن بهذه الطريقه حتى نكمل كميه كامله، وركزوا مزيان على الجوانب وعلى الوسط، ما تخلو حتى شي جهه ناشفه. غنجيب اخر وحده، وهذيك اخر وحده ما غاديش ندهنها من الفوق كما شفتوا، غادي نخليها بحال هكاك. غادي الثمانيه الاخرين اللي بقاو لي حتى هما غنديرهم بنفس الطريقه. ما بغيتش نطول عليكم الفيديو. المهم الطريقه الاولى نتمنى انها تكون واضحه مباشره. العجين كتكون مرتاحه مزيان، غادي نرشها مزيان بالدقيق. في هذه المرحله استعملت غير الدقيق. غادي نرش السطح العامل مزيان بالدقيق، وغادي نرش حتى العجين من الفوق بالدقيق، وغادي نبدا نبسط بهذاك المدلك، لكن ما كنضغطوش، غير كنبسطو غير بشويه. راه غير مسرعه الفيديو. العجين راه كتكون مرتاحه مزيان ورطبه بسرعه كتبسط، يعني ما كتعذبناش نهائيا، بسهوله كتبسط. داكشي قلت لكم عطوه الخاطر وبسطوها غير بشويه بهذاك المدلك، وما تضغطوش باش ما تلتصقش لكم العجين. تنبسطوها بهذا الشكل اللي يكون دائري. في هذه الاثناء راه كتكون المقله كتسخن والنار كتكون مهيله، يعني ما كنجهدوش العافيه باش ما تحرقش لينا هذا العجين، لحقاش ماشي الغرض ديالنا اننا نطيبوها ولا نحمروها. هي كتشد في راسها شويه كنقلبها، راه بسرعه كطيب، ما كتاخذش وقت بزاف في الطياب. يعني راه بطبيعه الحال نتوما غتبقاو مراقبينها، غير كيبان لكم يعني شدات في راسها كتقلبوها مباشره، وكنبقاو نقلبوها كل شويه، يعني كل 7 ثواني بحال هكا كنقلبوها. غير كيبداو يطلعوا هذوك الوريقات كما شفتوا، كيبان لينا منين نشدوا هذوك الوريقات كنحيدوها بكل سهوله. ما كنخلوش العجين حتى تنشف بزاف في المقله، الا نشفت راه غتولي كتهرس ولا تكسر. كنبقى نقلب وكنحيد هذوك الوريقات. راه الطريقه ساهله وعمليه وناجحه، غير تبعوا المراحل كما قلت لكم، وغير حاولوا بشويه تحيدوا دوك الوريقات. راه كتكونوا الصراحه كتكون في هذه المرحله كتكون المقله سخونه، حتى دوك البخار اللي كيطلع سخون، لكن غير حاولوا معهم شويه تحيدوهم. كما شفتوا كنبقى نقلب وكل جهه كنحيد منها وحده حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. نتمنى الطريقه تكون واضحه وباينه. صراحه هاد الطريقه ما كاين ما احسن منها باش توجدوا ورقه البسطيله. بعد ما طيبت الكميه كامله كنكون موجده حدايا منديل، اي ورقه طيبتها وحطيتها فوق المنديل كنغطيها مزيان باش كيرجع لها داك العرق وكتبقى رطبه. بعد ما وجدت راه كتجي شفافه، كتخرج واحد الكميه كبيره تبارك الله. يعني غير ب500 غرام ديال الدقيق كتخرج لكم واحد الكميه كبيره اللي تستعملوها بزاف ديال المرات.
غادي نقادها، غندير وحده فوق وحده باش نطويها ونقطع عليها دوك الجوانب بهذا الشكل. غنجيب واحد السكين غادي نقطع هذوك الزوائد باش تجيني الورقه بحجم متساوي. في نفس الوقت الا كانوا دوك الجوانب غلط كنحيدوهم. غندير الكميه الاخرى حتى هي بنفس الطريقه باش يجوني بهذا الحجم اللي يكون متساوي كما شفتوا. صافي غادي نبدا ندهنها بشويه ديال الزيت، غادي ندهنها مزيان. غندهن واحد الكميه اخرى نخليها ناشفه. الا كنتو غطيبوها في الفران دهنوها بالزيت، كنتو غادي تقليوها في الزيت يعني فوق النار كتخليوها غير ناشفه. كما شفتوا الورقه راه كطوى بكل سهوله، ما كتقطعش نهائيا، وكما درتوها كتشكل معكم كتجي شفافه صراحه شي حاجه روعه. صافي غادي نقسمها لنصفين لحقاش غادي نبغي نستعمل بها يعني مملحات صغار. الا بغيتو تستعملوا بها بسطيله كبيره ولا تقدروا تخلوها بحال هكاك. ممكن لكم تقسموها حتى على 4، نتوما شنو كتفضلوا. غير جربوها راه ما غتندموش عليها، وانا متاكده الا جربتوها غتنال الاعجاب ديالكم وغتولي هاد الطريقه معتمده عندكم، لانه الصراحه الطريقه عمليه احسن من ديال البخار. كنبقاو نوجدو بوحده بوحده وعاد كنديروا هذيك الشيته ولا الفرشات كتجي صعيبه شويه، على عكس هذه عمليه كتحضر دفعه واحده. كما شفتوا حضرت 8 الورقه ديال البصيله في دفعه واحده، راه ناجحه مليون في المئة. وإلا جربتوها ما تنساوش تخلوا لي التعاليق ديالكم وتقولوا لي كيفاش جاتكم في التحت ديال لا فيديو. كنتمنى وصفه اليوم تنال الاعجاب ديالكم وتكونوا استفدتوا منها. كما العاده اللي اول مره كيشوف القناه ديالي مرحبا بكم، دخلوا اشتركوا وفعلوا زر الجرس باش تبقاو توصلوا بكل ما هو جديد. بارطاجيو مع العائله والاصدقاء ديالكم باش تعم الفائده. وإلا عجبتكم الوصفه ما تنسونيش من اللايك ديالكم. الى فيديو قادم ووصفه جديده ان شاء الله.